ريال مدريد عمل عظمه الشوط الاول، عمل ماتش مفاجئ بالنسبه لي وبالنسبه لاي واحد مدريدي. اللي حصل، انا كنت واحد من الناس خايف ان برشلونه تيجي تعمل عننا اللقطه، فبصراحه شابوه اللي هم عرفوا يعني يضغطوا برشلونه كأن برشلونه ما جاتش. تشافي فاجئنا، ضغط عالي على الفرقه من اول مباراه، بيلعب على هجمه المرتده، بيسيب لهم الكوره بس يا دوب يخرجوا من نص ملعبهم، وعلى طول يقوم رامي الثرو من ظهر المدافعين. فبدات برشلونه ترجع خطوتين لورا بحيث ان هي تطلع الكوره من تحت وتبدا تسحب لعيبه ريال مدريد لعبت الضغط العالي وغلطته بدل المره اتنين. جون اتحسب اوفسايد وجون جه منه وكوره جت منها ضربه جزاء، ولكن الحكم في الاخر لغاها برضه. لنقطه انا مش فاهمها لغايه دلوقتي بصراحه كفنيه. مدريد تستاهل 2-0 مش 2-1. اللقطه الوحيده اللي لعيبه ريال مدريد خدت فيها الثقه واتفزلكت وقالت هنبني بقى الكره من تحت، يعني جاي تبيع الميه في حاره السقايين. النهارده انت بتلاعب برشلونه ملكه التيكي تاكا، حضرتك انت جاي تلعب قدامها تيكي تاكا من تحت، فحضرتك ضغطوا عليك. راشفورد قام غلط اللعيب 1 2 كره جول، وكان هيخرج الشوط الاول 1-1. لون انا شايف ان هو ستر ربنا، يعني ان هي كره انصفت من يستحق. لو فضلت النتيجه كده والاداء كده، ما اعرفش لعيبه ريال مدريد هتستحمل البدني اللي هم بيعملوه ده. تطلع بهجمه مرتده، تلعب ضغط عالي، وبرشلونه بترد عليك بهجمه مرتده، فبتضطر ان انت تعمل ارتداد سريع. هل لعيبه ريال مدريد هتستحمل كل ده؟ مش عارف. ولكن اللي اكيد ان لعيبه برشلونه لغايه دلوقتي ما جاتش. لو حد يا جماعه شاف لامين يامال يا ريت النبي يقول لنا، عشان انا بدور عليه من امبارح. لو انت ما اتفرجتش على الماتش ده، كده كل اللي يخص الماتش في الشوط الاول. لايك شير بقى وسبسكرايب. الفيديو هينزل كامل طبعا على اليوتيوب.